ليه وين توقف الحرية بالتعبير بالتواصل الاجتماعي؟ لازم نبدي نحكي عليها كأنه إحنا عندنا حرب. خطاب الكراهية إنه حتى مفاهيم الصح والغلط هي نسبية. مرحبا وأهلا بكم بحلقة جديدة من بودكاست ديتور. أنا علي وأنا أحمد. وحلقتنا اليوم عن السوشيال ميديا. موضوع كلش مهم بالنسبة لنا، موضوع يمسنا إحنا كجيل شباب بشكل خاص. أحمد، إذا أريد أبدي أحكي لك بهذا الموضوع، تتذكر من بدينا نحكي عن موضوع البودكاست وكنا نحكي عن شلون رح نسوق الريلز مالت البودكاست مالتنا، وكانت هذا بالنسبة لي كأنه مدخل جديد لموضوع السوشيال ميديا، لأنه دا اكتشفت السوشيال ميديا مو من الشيء اللي احنا نعرفه، بس هو من الشيء اللي هسه شلون منتشر ما بين الجيل الجديد، الجين زيرز والفهم مالتهم للسوشيال ميديا كان بالنسبة لي كلش يعني فد شيء مفاجئ. انه كنا نحكي نقول انه اذا نريد نحط ريل، اكو ريلزات هسه بيها انه ريل يشوف ريل. ريل يشوف ريل، ريل انسايد ريل، وبعدين بيها انه سبوي سيرفر، وبعدين اكو احد يحكي فد موضوع كلش مهم فوقها. فتخيلت نفسي احنا بقعدتنا هسه واكو هسه جوانا مثلا بوكيمون جو او مثلا سبوي سيرفر قاعد مثلا يمشي، حتى بس انه انا اجذب الانتباه. ولاحظت انه هذا الشيء من صفات بي انه هذا صار معناته قد تغيرت قدرات التواصل مالتنا. 180 درجة تغير. فكرة جذب الانتباه شلون تغيرت. فلذلك حبينا اليوم نحكي عن هذا الموضوع. رح يكون ويانا ضيف رح نحكي لكم أكثر. بس شلون تشوف تعاملنا احنا ويا السوشيال ميديا؟ شلون استخداماتنا بالسوشيال ميديا؟ يعني هي حاليا أكيد مو نفس أول ما تذكرت أول مرة استعملت فد شيء، يعني مو إلا السوشيال ميديا، إنه الماسنجر تذكره؟ مثلا هذا اللي كان الياهو تدز له هاي دينج دينج هاي الباز هيك آه. تنهد كانت أكبر فيكة إنه منو يطلع الإيموجي اللي تتحرك، صحيح. يعني إنه بيها إفكتس. فهي تغيرت من هناك إلى حاليا. إذا أنت ما عندك سوشيال ميديا لا تحصل أخبار، لا تقدر تشوف شكو مطاعم، لا تشوف. فإحنا كان عندنا الماسنجر أول أنا بالنسبة إلي أول مرة فتت على فد شي يعني إلى خلينا نقول علاقة بالسوشيال ميديا، كان الياهو ماسنجر اللي هي كانت إيش طويلة الويندوز مالته بنفسجية، وتفتحها بعدين تطلع لك حتى وكل شات كان بنفسجي لون الياهو. وكل شات كان لازم ويندو تطلع كاملة، يعني إنه صفحة كاملة كل شات، ما تقدر تسوي شاتات عدة بمكان واحد. فكانت أكبر يعني فد شي كنا كلش مذهولين من عنده، إنه شلون تقدر تكتب رسالة وتوصل بنفس الوقت وتدز لك باز حتى انت موجود اول الجوسب الالكتروني بدا من الماسنجر، لان انت تقول كونفرسيشن واحد هنا، اكو كونفرسيشن واحد هنا، وانت هنا وهنا عاد تحكي. بس ما تقدر تسوي. رجعوا لنا اياها. فتغيرت من فد شي كان يعني اتذكر حتى احنا استعملناه ياهو اللي عنده قرايب بالخارج او يريد يدز فد شغله اللي يعني كان لازم فد ايميل او فد شي لازم انه انت يعني حتى ما كانت احنا موجوده الحاسه فد شي نستعمل الانترنت، كنا نروح المكان بماسنجر ما ادري شنو. فتغيرت احنا من هاي انه اكبر فيكه انه ايموجي يتحرك الى هسه احنا حاليا انه انت اذا ما عندك حساب على منصات التواصل الاجتماعي، وراح نسأل ضيفنا على هاي المقولة، إذا أنت ما عندك حساب على التواصل الاجتماعي أنت مو موجود. صحيح. أنت شنو إثبات وجودك؟ أنت حاليا لا موجود على فيسبوك أو انستغرام أو تيك توك. فتغيرت ما أعرف أنا يعني. يصير مريب يعني هسه لما يقولون انه مثلا اللي اذا احد يريد يشيك عليك سواء لاي سبب كان، لما ما يكون عندك اي وجود الكتروني، فشي مريب. اكو شيء انت ليش مو موجود. ليش ما شو عم مسوي؟ ايش تضم. فبيها فشي بيها تغير، يعني هذا كله يشوفنا شلون تغيرت طريقة تعاملنا ويا وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة وصلت انه مواضيع قوانين بدأت تتناقش بمجالس الشعب، بالبرلمانات قامت تطلع امور اخذت منحى اخر بسبب انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. مثل ما قلنا اليوم اكو ويانا ضيف همينا صديقنا، وضيف اذا شفتوا الصورة بهاي الحلقة تغيرت عن غير حلقات، فهي لأنه هو ضبط لنا الإضاءة، ضبط لنا الكاميرات. فإحنا مدينين إلى الوقت وللأرتستيك آي مالت النظرة الفنية اللي عنده إياه. ضيفنا اليوم هو سفيان الطائي، مقدم
برنامج أهل المدينة على التلفزيون الشرقية، تقدرون تتابعوه كل يوم من الأحد للخميس الساعة 7:10 بتوقيت بغداد. سفيان بالإضافة إلى أنه هو مقدم برنامج أهل المدينة، سفيان هو ناشط بمجال المناخ، وهو مؤثر إعلامي همينة إعلامي واشتغل وعلى فيها. على منصات التواصل الاجتماعي اشتغلنا ويا سفيان على صنع السلام من خلال منصات التواصل الاجتماعي. كانت شيء كلش مهم، خصوصا احنا بلنا بالعراق اللي هو حملات التحريض، شلون نعرف الاخبار شو اسمه موثوقه ولا لا. فسفيان هوايه عنده خلينا نقول متعدد المواهب، يعني بالسوشيال ميديا وبالاعلام وبالمناخ. فراح نسولف وياه اكثر بعد البريك. على البريك. سفيان منورنا اليوم. شكرا جزيلا. أنا كلش سعيد إن أنت موجود ويانا. إحنا يعني سفيان أنا أعرفه عن طريقك، نعم. ودائما يعني أنا دائما أشوف سفيان لما أكون هنا، بس اليوم دا أشوفك بالبروفيشنال سيتنج مالتنا. شفت شلون؟ فغير شكل أنت هسه اليوم بالنسبة عندي شوية ستار ستراك إنه هذا سفيان اللي بالشرقية أنا أعرفه. النفس هو أنا دائما أقول يعني هو نفسه، هو أنا نفس سفيان، حتشوفني هنا وتشوفني هنا بس بتصرفات مختلفة يعني بالبيئة اللي أنا موجود بيها. مثلا أنا ويا أصدقائي ومرتاح تلقاني يعني مثلا بالشورت وأنا أحكي بكيفي لأنه هذا بالبيت، بس بالشغل لا أكيد حكون مختلف لأنه جو العمل. مثل ما الطبيب يروح للمستشفى أكيد حيكون مختلف ببيته عن اللي موجود بالمستشفى، بس نفسه. شكرا لأن أنت اليوم ويانا، لأنه هواية أنا خابرك مرات حتى ماكو هيك شي، فجأة بالليل العصر الصبح المغرب سفيان تعال محتاجك. طبعا بس للعلم سفيان احنا عندنا مشتغلين سوا هواية، يعني عدة فرص، و اشتغلنا بمنصات التواصل الاجتماعي صنع السلام يعني، وهسه جايين بودكاست. لا شوفوا أنا أول شي كلش فرحان إنتم تسوون هذا البودكاست، حلو بأنه هو واحد يعني غير مجال عمله مثلا يشتغل بفد شي يكون عنده إنكم معين، وظيفة معينة، كارير معين، بس نفس الوقت يكون عنده شغف بغير أشياء يكمل بيها. فمثلا أنا عجبني أسوي بودكاست، ليش لا يعني ليش ما أسوي بودكاست؟ ما هي هسه كل المعلومات موجودة على الإنترنت أو حتى السوشيال ميديا، يعني ما هي أساسها هي صحافة المواطن، فهو نفسه أي واحد يقدر يسوي هذه الأشياء. وحلو انتم اللي دا تسووه، وصراحة كلكم بروفيشنال، يعني لو تشوفون السيت اب اللي هم مسويه يعني صراحة واو، الإضاءة، المايكات، كل أشياء، فلا برافو عليكم. أنا بالعكس دائما موجود، ويعني أنا متونس، أنا هذا مجال الإعلام أحبه، يعني أنا الأشياء اللي هاي دا أسويها ما أعتبرها شغل، سواء كانت بالأكتيفست لو بالإعلام بالتلفزيون بالسوشيال ميديا، هالأشياء أنا I'm enjoy doing it. So أنت قلت مجال الإعلام أحبه، تعال احكي لي ليش بدت دراسة إعلام؟ شو وقت بدأ الشغف؟ هاي أنا بالنسبة لي هاي أحلى قصة، أنا أعتبرها دائما بحياتي، يعني رغم الظروف اللي مرينا بها بال 2006 و7 وغيرها من الأشياء. يعني أنا أتذكر من الخامس إعدادي، خامس لا والله من قبلها، من الثالث إعدادي، من ثالث متوسط، شايف لما كنا نروح بعدين تختار أدبي لو علمي. أنا أتذكر كل الزين اقترحت على أهلي، وأبوي وأمي اثنيناتهم مهندسين، فيعني كانوا متوقعين إنه خلاص أروح علمي وهذه. أنا رحت رأسا قلت لهم أنا أريد أدبي لأنه أنا أريد أكون بالإعلام، وطلعت بوقتها الإعلام شلون تفوت له، طلعوا لي بالأدبي. فقلت يعني أنا ليش مسوي الوفا على نفسي؟ أنا أعرف شنو أريد أسوي بحياتي، يعني أريد أدرس إعلام، أريد أشتغل بالإعلام. فقررت من هناك، ويا هذا وحتى قبلها كانت عندي هاي الرغبة مال أني أحب أحكي هواية، أحب أعبر عن آرائي، أحب أسأل، كلش فضولي. كانت بيبيتي الله يرحمها يعني هي أكثر شخص كان يمكن ماخذني على مو ماخذني على قد عقلي، بالعكس مصدق بيا. يعني الباقيين كانوا حياة صعبة ومملة يعني واحد بعد مراهقة جاي كل ساعة يسألهم سؤال، بيبيتي لا كانت تقعد أنا أشيل الهادي وأشوف شنو رأيك بهذا الموضوع وشنو رأيك بهذا الموضوع، وتقعد تجاوبني وتصلح لي. فحسيت اكو واحد يعني آمن بهذا الفتش اللي أنا عندي إياه، اللي هو أنا أحب أحكي وأحب أسأل وأكثر شيء السؤال. فيعني من هناك أنا كنت أعرف أريد أكون بمكان أنا أحكي بيه، يا تلفزيون يا راديو يا صحافة. فتحس من ذاك الوقت أنا كنت أريد أوصل لهذا المكان، يعني كنت أتخيل نفسي بأنه أنا حكون بالتلفزيون أو بالراديو. ف ما أدري شو تسميها، شغف من الطفولة، يمكن ظروفنا اللي ببغداد كانت قد ما صعبة، كنت أريد فد شي مثلًا الناس يسمعون صوتي مثلًا بهذا الظروف الصعبة، وتغيّر فد شي. ودخلنا بعد بالإعلام، من ذاك الوقت دخلت بإعلام، وين كان مدخلك أول شيء؟ أول وظيفة إعلامية؟ أنا وين دخلت الكلية، يعني أنا حتى الكلية مو خلصت سادس إعدادي، معدل يعني تعال، بس أنا المعدل ما كنت مهتم بيه، أنا كنت كلش فرحان طلع يمكن 70 هيك شي.
وكلش فرحان بيه لإنه بس يدخّلني للإعلام، وهذا which is أنا هذا اللي ردته، يعني ما كنت أريد أصلًا أطلّع 80 و90 وبعدين أروح علوم فطلعت لي قدّمت تقديم خاص على كلية الإعلام وانقبلت، رغم ما كان عندي أي واسطة ورغم ذاك الوقت كانت واسطات وهيجي، بس أنا ما كان عندي أي واسطة، رحت قدّمت ومشيت بيها وانقبلت. وردت إذاعة وتلفزيون، هن كانت 3 أقسام إذاعة وتلفزيون وصحافة وعلاقات عامة. ما كان أكو ولد كان هواية أكو ولد بوقتها بالإذاعة والتلفزيون فما قبلوني، فقالوا لازم تروح صحافة لأن هو الولد صاروا هواية بالإذاعة والتلفزيون والبنات يستحون يروحوا لها، فرحت صحافة. ومن أول سنة كان عندنا جريدة بالكلية أنا أكتب بيها، يعني أتذكر أول سنة أنا فزت بأفضل تحقيق صحفي في الجريدة. ثاني سنة كان كتاب شكر على مجمل الأعمال اللي يوم قمت أشتغل الصحيفة مال الكلية ويومي رايح لهم، يوم أحط لهم تقرير، يوم أجيب لهم خبر، يوم أسوي لهم مقال. في المرحلة الثالثة أحسن مقال، وبالمرحلة الثالثة already يعني بلشت يعني اشتغلت بالإذاعة، بإذاعة سومر FM، وإذاعة كانت معروفة وخطوة يعني كل اللي وياي إنه واو شلون دخلت لها ومشينا. تتذكر أول مرة فتت بيها لايف؟ أوه. أول مرة. على الرغم من إنه أنا متدرب على الإذاعة لأن كانت عندنا إذاعة بالكلية، بس هم كانت أول مرة بإذاعة سومر FM أنا حكيت يعني قال لي كيو ويلا ابدوا، مرعبة. يعني أنا دائما أقول لهم للناس مثلا نسوي لهم مقابلة يتوترون، أقول لهم ترى كلش طبيعي، يعني حتى أنا اللي مشتغل وبروفيشنال بيها أول مرة كانت مرعبة بالنسبة لي، هيك تحس ماكو ما عندك نفس، يعني ما تقدر تاخذ نفس، الحكي بالقوة يطلع. بس كانت حلقة كلش حلوة بحيث مباشرة المفروض يكون تدريب، يعني أنا أروح يمهم لانش بعد طالب بالكلية. أتذكر المدير كان لبناني فراسا قال لأ خلاص إحنا نريدك وما أعرف شنو، وبلشت وياهم. كان برنامج مشترك أنا وزميلة إلي أحلى جمعة، هم برنامج كان كلش مشهور، فبديت من هناك. كانت يعني أسعد لحظة بحياتي بدال اشتغلنا راديو. حلو شغل الراديو حلو، يعني أنا جزء من اللي عاجبني بموضوع البودكاست هو الشيء السمعي، لأنه بشيء خاص أنت لمن أكو شخص بإذنك بده يحكي مو ضروري أنت تشوفه، بس فشي كلش بيرسونال تحسه فشي كلش شخصي قريب عليك. والمخيلة مالتك تشتغل تبدي ترسم الشخص اللي بدك تسمع بالشكل اللي أنت يعجبك، طبعا فأحس بيه فد خصوصية مختلفة عن إنه قدام التلفزيون أو قدام الكاميرا بالتلفزيون غير شكل. يعني أنا أحب المحتوى أنا أحب السمعي. الراديو يعني لأنه يخلي الحواس كلها تركز على بس حاسة السمع، فتعطيك يعني شعور أكبر بالشغلة. أنا بالنسبة لي حتى كأعمل بالراديو أنا كنت كلش أحبه لحد الآن، واحد من أفضل وسائل الإعلام بالنسبة لي الراديو، يعني تقدر تلعب بالصوت مالتك، إنه إحساسك ماكو أشياء ثانية تقدر تعتمد عليها غير صوتك ومعلومتك وفكرتك وكلامك. وأنا أصلًا الراديو واحدة من الأشياء اللي خلتني أدخل للإعلام، يعني كنا بال2006 و2007 ما أعرف تتذكرون أو حتى الناس اللي يشوفونا يتذكرون لو لأ، كان ما عندنا كهرباء، فكان بس الراديو يشتغل، فكنت أني بالراديو يعني أسمعهم وكنت أخابر أشارك، يعني مثلًا كان عندي سهام مصطفى، كان سهاد ربيع، فمثلًا أخابرهم عادي يعني هم بالراديو كمستمع. من أصدقاء البرنامج. أصدقاء البرنامج يعني هسه أنت صديق البودكاست. كان صديق أصدقاء البرنامج، وبعدين قد ما يعني هم من يعرفوني كنت يعني أعرف أرقام شخصية للمذيعات والمذيعين وأتواصل وياهم، وكانوا كلش محترمين، يعني سهام يعني هي كبيرة بالعمر وقامة يعني بالإعلام العراقي. ورا فترة اشتغلت أنا بالسمر FM. سهاد ربيع كانت هم وياي، نفس هذه أنا كنت أخابرها صارت زميلة إلي بالإذاعة، فتعلقت بالراديو، يعني كنت أسمع ولمن يخابرون الناس وتفاعل وحكي وأسئلة وهذا يجاوب، كان فشي يعني رائع بالنسبة لي، وقت fascinated by it. حلو حلو الشغل. منو كان يعني كان عندك شخصيات ملهمة بالنسبة لك إنك تفوت بالإعلام؟ والله يعني هو السؤال دائما يعني الواحد لما يسأله، بس يعني ماكو شخصية واحدة أنا أفضل يعني أقول بأنه أكو مثلا طريقة معينة هذا المذيع سواها أنا أحب الطريقة هذه، بس مثلا تلقاني أختلف بباقي الجوانب. بس قلت لك الأوائل اللي أتذكرهم كانت سهام مصطفى، يمكن كان اسمها مذيعة بالراديو، كلش أحب أسلوبها بالتقديم. حتى ماجد سليم بالبداية، بأيام يعني إذاعة دجلة لمن كان فشي كان إنه شلون أنت تكون هالقد مرتاح على الراديو وتسالف وتتشاقى، كان فشي جديد على العراق بشكل عام، وأني مع هذا التوجه الإعلامي اللي يكون قريب على الناس. فذولا بالبداية، بس بعدين كل كم سنة يعني أنا لحد الآن كل كم سنة يكون عندي ايدول مختلف، لأنه مثلا أنا مثلا معجب بهاي الشخصية، ورا كم سنة أنا تطورت كفاية
اللي عرفت إنه هو شنو بده يسوي وأنا قمت أسويه بطريقة مالتي، فخلص بعد يعني عندي الadmire لهذا الشخص، بس ما أقدر أتعلم من عنده لأن خلص أخدت الشي اللي أنا أريد أطوره بيه، فتلقاني غير إعلامي وهكذا. وأنا أستمر هيك، أنا أشوف شي جدًا صحي إنه يكون عندك idol بمكان عملك، خاصةً الناس سابقيك، بس أهم شي بأنه هو ما يأثر على شخصك. أكيد. أنت برنامجك اسمه أهل المدينة، وأنا أحب اسم البرنامج بشي شخصي. إمم. شلون شغلك بهذا البرنامج أثّر على علاقتك بالمدينة، ببغداد، بالبلد، بالمجتمع اللي أنت تشتغل وياه؟ أنا قُلت لك ذاك يوم همينة، يعني أنا أحس بأنه بالعكس، يعني أني لأنه جاي من هذا المجتمع أو من هذه البيئة ومن هذه المشاكل نفسها اللي إحنا نحكي عنها ببرنامج أهل المدينة، هذا هو اللي يضاف لي حتى أقدّم فد شي الناس تتقبّله وتحبه بهذا البرنامج. لأن أني مثلًا لو من برّا جاي مثلًا أو فد شي، مثلًا أنا عايش مثلًا طفولتي كلها مثلًا بغير بلد وجاي هنا هسه أحكي عن هذه المواضيع، يعني لا الناس حتصدّقني ولا أصلًا حتى المسؤول يقدر ياخذ من عندي حجاية، لأنه أنت إيش دا تحكي؟ ما تعرف أنت شنو صاير. بس أنا من أحكي مثلًا عن الوضع الصحي مثلًا بالبلد، ما أني رايح للمستشفيات الحكومية وشايفها، أو مثلًا الهوسة لمّا تروح بالأوراق الرسمية من تسوي هوية أو شغلة، ما أني يعني واقف بهذا السَّرَى قبل وشايف شلون صاير. والمدارس، أنا من مدارس الحكومية اللي داومت بيها، فأني أعرف هذا الفشي، أعرف هاي البيئة اللي أنا دا أحكي بصوتها، اللي هم أهل المدينة، ما أنا جزء من أهل هاي المدينة. تنطيه مضمون، تنطي طبعًا للبرنامج مصداقية، مصداقية. مصداقية. أنا ما أقدر أقعد أحكي مثلًا أقول يابا تعالوا مثلًا هذا المكان مو زين أو هالمستشفى المدرسة مو زينة وأني داوم مدرسة خاصة بغير بلد، يعني إيش مدري هاي المدرسة شلون شكلها. فأنا أشوف هذا بالعكس، يعني أنا وجودي من هالمدينة هو اللي يضاف لي لإنه أكمل هذا البرنامج. شلون تحس أنت بعد هسه إحنا قلنا صار لك 10 سنين ما شاء إيه. الله بالمجال مالتك، شلون تحس تطور بهاي الآخر 10 سنين هو صار اكو تغيرات بالمجتمع بفهم الإعلام، بطريقة التعاطي بين السوشيال ميديا والإعلام التقليدي، خاصةً أنت جاي من مدرسة تقليدية، درست، تعبت على نفسك، ما جيت رأسًا مثلنا هسه إحنا، بس بآخر 10 سنين السوشيال ميديا واللي هو موضوع حلقتنا اليوم أثّر هواية على التعاطي، وشلون يكبر شغلك، شلون أثّرت عليك هال10 سنين، شلون طوّر أنا شغلك؟ قبلها بس خلّيني نبدي بأنه هو السوشيال ميديا، أنا هذا اللي دائمًا عندي هذا النقاش ويا الناس لمّن يحجون عليها، يعني هذا الفشي مو أول مرّة يصير بالعالم ولا تاريخنا، يعني بوقتها لمّن كانت الجريدة كانت هي المسيطرة، بعدين اخترعوا الراديو، فالراديو كان وسيلة إعلامية مختلفة عن الصحيفة، فالناس توجّهوا عليها، بس الصحيفة ما ماتت، يعني الجريدة لقت أسلوبها حتى تطلع. وبعدين الراديو صار النجم، بعدين جا التلفزيون، صار التلفزيون هو النجم، والراديو بدأ يلقى طرق بديلة حتى يتواصل ويا الجمهور. وهسه نفس الشيء، يعني السوشيال ميديا هي وسيلة إعلام حالها حال التلفزيون، الراديو، وهذا جزء من التطور البشري اللي يصير عندنا، فتجي أشياء من الممكن يعني مو تزيحها بس تدفع الباقيات للتطور، لأنه كل شيء دا يمشي بالحياة. فأنا أعتبر بأنه أنا من درست إعلام ودرستهن ذني الأشياء هي مو بمعزل عن السوشيال ميديا. ما أني لمن أصور فيديو على الانستغرام مثلا ككونتنت يكون أعرف الإضاءة، أعرف شلون لازم أحكي، شنو المضمون، لأنه أنا دارسه. فأنا أشوفه في شيء مرتبط، ووسائل الإعلام مو جتي من لا مكان مثلا وحتاخذ الاهتمام من كل الأشياء، لا، يعني وسيلة إعلامية جديدة هي النجمة حاليا بالإعلام. بس العشر سنين اللي فاتت تغيرت مليون بالمليون طبعا. يعني أنا بلشت من الفيسبوك كان بس اللي موجود، وهم أنا يعني كانوا يحجون بي ويسولفون ودردشوا وينزلوا صوراتنا وما أدري شنو، بس ما كان ماخذ هذه السيطرة. بس شوي شوية لأ، فعلًا اليوم السوشيال ميديا صارت مهمة ومهمة جدًا لإيصال معلومة، لإيصال خبر، لتغيير تفكير المواطنين، حتى للترفيه. كان التلفزيون بس مسيطر، فمال اختلفت مليون بالمِيّة اختلفت ومليون بالمِيّة تغيرت. بس هل هو هذا فد شي طبيعي أو غير طبيعي؟ أنا أشوفه فد شي طبيعي. ومن الذكاء هواية قنوات اليوم يتأقلمون ويا هذا التغير الجديد، يبدون يدخلون على السوشيال ميديا. آآ أني فرحان بهذا التغيّر لو لأ؟ إي طبعًا، أنا مع بأنه إحنا نعطي الحرية للمواطن حتى يعبّر عن رأيه و وتطلع من إنه بس يكون تلفزيون وجريدة وما أدري شي. تتذكر أول مرة سويت حساب على أي يا ريت ما منصة؟ أتذكّر، يا ريتني ما أتذكّر ولا أريد أتذكّرها، وكل ما تطلع لي فكرات أمسحها
وما أريد أحد يشوفها، ما أريد أوصل لها يعني cringe. يعني هذا الفيسبوك كان قاتل أني من وعندي هذا الحماس مال الصحافة والإعلام من أقول لك منذ الصغر يعني أنا موجود عندي، كان عندي يمكن 5 متابعين عمي وابن عمي وخالتي وهبال. إيش كانت؟ وتعال شوف الآراء اللي تنزل والأخبار يعني أنا كنت فعال على الفيسبوك بطريقة كأنه أنا انفلونسر من ذاك الوقت manifesting شايف يعني حتى مو بس ريبوست لا مثلا أنزل أشياء. فأتذكر هو الفيسبوك أول شيء قبل كان ياهو ما أدري شنو بس هذا ما كانت كسوشيال ميديا تعبر بها عن رأيي كان بس تواصل مع الناس وهذه. فبالبداية كنت بالمجال الفني تلقاه أنزل أخبار فنية والمجال الفني استمر وياي لحد قبل يمكن 7-8 سنين بعدين أفدى. بعدين يا سنة 2011 يمكن 2010 أتذكر على الفيسبوك بدأت الآراء السياسية تطلع مالتي اللي هسه مساحتها كلها وأريدها تختفي وإن شاء الله ما تطلع لأي أحد. بذاك العمر ما كنت أعرف يعني كان الحماس والميديا هي اللي يعني ما أعرف شلون أصنع رأيي. فإيه كانت البدايات على الفيسبوك أنا أتذكر كل زين كنت انفلونسر عليه. كنا ايش نشوفها شير وكان اكثر شيء اسمه وول شير اون يور وول. تتذكر شنو بالضبط اول بوست لو لا؟ لا أنا ذاكرتي معروف عني يعني ذاكرتي مو قوية بس ما أتذكر أول بوست بس كانت كل الأشياء اللي أنتم كنتوا تسووها يعني ببيوتكم اللي تذكرون كنت أسويها أنا كنت أسويها. أنا صباح الخير جمعة مبارك. جماعة مبارك ما أدري والله بس أكيد سويتها تعرف شو ترند. أنا أول بوست سويته ما كنت أعرف يعني من فترة الفيسبوك بعدني استوني هو أول مرة إنه شنو بوست ومسج ومدري شنو. فعبالي يعني دز مسج فأول بوست أنا مالتي إلي كان هلو ويا هواية ولحد الآن موجود ما مسحه لأنه زيرو كومنت وزيرو لايك شنو كان اسمه مال أنت تروح بمكان وبعدين يعني بهذا المكان موجود. التشيك إن. تشيك ان بالهول. انا اتذكر كنا نغير الاسم اللوكيشن نكتب تشيك ان بالهول ويا ابن خالتي. إيه ولما نضوي جحد تسوي تاجات حتى غيرك يشوف انه طالع ويا فلان. إيه بهذا المكان صديقة حتى من ربة صديقي بيت فلان اللوكيشن مالتنا. إيه لا بائسة. انا لا اذا تحكي على انه ما تطلع انه الشغلات القديمه مؤخرا أنا سويت مثل البيرج على سويت تنظيف للفيسبوك مالتي قبل كم سنه. فرجعت بيه للنهايه نقول انا لسه مسحته ما عندي تواجد على الفيسبوك. فاتذكر اول كان صوره وهاي الصور ما كنا ايد حركات وما يكون ما اعرف ليش دائما كانت صورتي بال 2006 بس. وكانت انا اتذكر على المنتديات ما اعرف اذا لحقتوا عليها شلون لحقنا عليها. هاي المنتديات الاونلاين كانت كل موقع هو منتدى وهم أنا الورود والزرقش في المنتديات. خلينا نحكي اكثر على السوشيال ميديا بعد البريك. رجعنا بعد البريك خلينا نلعب لعبة. لعبة أنا اليوم كنت طلعت كل السوشيال ميديا بلاتفورمز منصات التواصل الاجتماعي. خليني أسألكم عنها إذا يغش منك أحمد يغش التواريخ بس إنك هذا يغش التواريخ. راح أنطيكم أسماء البلاتفورمز وقولوا لي إذا تعرفوها وش وقت تعتقدون طلعت. فريندستر هاي فايف ولينكد إن. يعني لينكدين ذاك اليوم اللي عرفتها. تفعيل الباقيات. لينكدين أنا بس أعرف السنين هذول ما متعرف عليهم لحد الآن بس أعتقد لينكدين كان 2004-5 ممكن. That's your perfect guess بس مو كل 4 أو 5 2003. أو واو هاي شنو؟ يمكن عمره 22 سنة. والله لا فاحنا بالعراق ما كان عندنا ذني مشهورات. أنا أتذكر ياهو فيسبوك ذني اللي ياهو الفيسبوك. الفريندستر بدا هو أول وسيلة أول منصة تواصل اجتماعي اسمها فريندستر بدأت ب 2002. وراها جت الهاي فايف اللي هي أول وسيلة أنا طلعت أنا سويت بها أكاونت الهاي فايف. العراق 2003 كنت بسوريا أنا. أوكي. بال 2004 سويت الأكاونت مالتي. كانت طلع ويا الهاي فايف بنفس السنة موقع اسمه ماي سبيس. تذكروا هذا جيل الطيبين الماي سبيس. زين بس نحكي فيسبوك يوتيوب وتويتر شنو التراتبية مالتهم؟ فيسبوك أول شيء. شنو فيسبوك وتويتر وشنو؟ يوتيوب تويتر اكس. أعتقد فيسبوك يوتيوب تويتر. أحمد أعتقد اليوتيوب بالبداية كان موجود وبعدين
فيسبوك وبعدين تويتر. ال3 مرتين فيسبوك، يوتيوب، تويتر. فيسبوك بال2004، يوتيوب بال2005، التويتر اللي هي فكرة المايكرو بلوجينج اللي هو صغّر فكرة البلوج سواها 120 كاركتر إيه. يمكن 120 حرف. وتويتر كان بال2006، يوتيوب بال2005، وفيسبوك بال2004. أنا فتت على الفيسبوك بال2006. واو! هذا إيش وقت دخل لنا هنا؟ نحن ما هيك 2000 أعتقد عن 2010 هذا أي هو 2007 الكل فاتر. بهذا الحد الداخلية اللي صارت عندنا كانت همينة موجود هيك أشياء، بس إنترنتنا كان ضعيف. هو كان عندكم إنترنت؟ والله كان أنا أتذكر صراحةً يعني إحنا على ياسر اللي نحكي، ياسر قلت فيسبوك؟ فيسبوك 2004. أكيد لأ ما كان عندنا إنترنت، يعني أنا أتذكر بال2005 6 كان عندنا الثريا. اللي بقول لي ما حد فيكم ضحك على أوروكلين؟ لأ طبعًا لأ. هاي المعلومات حسيت أني سويت لعبة، بس حسيت حطيت نفسي بفخ لأنه طلعت بينة عمري. لا أنا أقول لك بينة عمري قل على الفيسبوك يعني. لأنه أنا دا أحكي على الأوروكلينك اللي أتذكر كانت تحط الكيبل وبتشتري كارت، وهذا تطلب رقم تليفون، كانت تطلب رقم تليفون وتفتح. أنا بكره الإنترنت كان يجي من الأرضي. هو من الأرضية تحط، وكان تنتظره إلى أن وإذا الخط عليه مشغول حتى أو صار عندنا بالتليفون كل شيء عندنا، وين ما تطلع هسه وين ما تروح حتى لو تسافر يكون عندك إنترنت. عصارة الأنتينا هاي اللي هيك ينفرها شوي شوي على البرج بيها 8 جلوبات، والجلوب من يصير أصفر مو زين لازم أخضر، والظل تسوي بقى. هاي ملح. وكل ما تمطر لازم أنت تقعد فوق بالضبط. وهوية أنا كنت بسوريا كان بدل شيء اسمه ال 3G أو ال 3.5 اللي هو مثل الفاست لينك اللي إجا هنا بأربيل، بس قبله يعني قبله ب3 سنين. بس إحنا ظلينا بسوريا ظلينا فترة طويلة على التليفون، يعني إلى صار مو زين جا- الإنترنت. كان نقول هذا حجي 2005 2006. محتاج على الإنترنت. زين خلي آخر مجموعة ابلكيشنز: واتساب، انستغرام، وتيك توك. انستغرام، واتساب، تيك توك. اي نفس الترتيب، انستغرام واتساب تيك توك. قريبين. واتساب، انستغرام، ليه؟ تيك توك. يعني واتساب طلع واتساب 2009، انستغرام 2010، آه. تيك توك 2016 بالصين، 2018 عالميا. اوكي. جلوب. انا اعرف انه تيك توك كان اخر شيء، بس العباد ريدز آخر شيء اللي هو ريدز. اختراع انستغرام. اللي يعني اللي ذاك هو ما حسيت. بس زياده يعني زياده كان انا تحمست له بالبدايه لانه ما كنت كلش احب التويتر، بس ما كان له ما ادري ليش ما كان يعني ما كان لي جمهور كبير، ما حقق هذا النجاح بحيث احنا كمؤثرين وكناس يستخدمون السوشيال ميديا نروح له. مع كل هاي الفضاءات اللي هي هسه موجودة طبعا بعد كل بنترست والتمبلر وبلو سكاي وظلت تتطور، بس احنا ركزنا على الشغلات اللي احنا نستخدمها. ويا كل هالفضاءات صار اكو تأثير اقتصادي وتأثير اجتماعي للسوشيال ميديا. أهم هالتأثير اللي هو الاستهلاك، طبيعة الاستهلاك مالتنا، يعني لأنه هواية من السوشيال ميديا هسه وترويجها إنه دا يروج لك إنك تستهلك أكثر، سواء بضائع، أي شيء دا يبيع لك إياه هو شكل من أشكال الاستهلاك. شلون تعتبر صار تأثيره على الاقتصاد وعلى سلوكياتنا، على السلوكيات المجتمعية؟ يعني شوف لما اذا اريد اعمد يعني واحد يكون موضوعي بالطرح مال بينه على السوشيال ميديا، لما نقول اكو تاثير كل الاشياء، يعني كل الاشياء بالحياه، يعني هذا المي له تاثير ايجابي اللي هو انت هايدريتد وانه بتجي زين للجسم وللمخ ولكل الاشياء، بس اذا تشرب 6 لترات 7 لترات بقعده واحده تموت. فيعني كل هذا بيها تاثير ايجابي وتاثير سلبي. مثل ما هو غير طريقة يمكن استهلاكنا للأشياء ويمكن زيدها، وبيها مشاكل هواية قمنا نوصي من برا، هذا كله يطلع الدولار خارج البلد. بس بنفس الوقت أنا أشوفها قوة للشباب، قوة اقتصادية للشباب ما كان ما حد يقدر يتخيلها أنه حتجينا، وما حد يقدر أصلا كان يتوقع بأنه الشباب من الممكن يسوون فلوس على المواقع التواصل الاجتماعي. أكو من النساء ما يقدرون يطلعون، ما يقدرون يسوون أعمال خارج البيت. السوشيال ميديا سوت لهم مثل سوق يفتحون بيه يبيعون كل الاشياء. هسه لو تفوت على السوشيال ميديا الشباب دا يبدعون بالمنتجات اللي دا يبيعوها، فانا اعتبرها دا يسوي فرص اقتصاديه مهمه للشباب اكثر مما انه يغير عاداتنا. ما هي هاي العادات نفسها بالثمانينات بامريكا وغيرها كان اكو هاي العادات الاستهلاكيه، وبلش الاستهلاك العالمي للمنتجات يبلش يعني. فاعتقد الاستهلاك وطريقه استهلاكنا يعني أثّر عليها، بس إحنا أصلًا التأثير وصلنا متأخّر، ما هي من السبعينات والثمانينات وهاي النهضة الاقتصادية اللي صارت
والاستقرار بالعالم، تحس العالم كله قام يستهلك بطريقة مو طبيعية بالأشياء. فأني إذا نريد نحكي عن التأثير الإيجابي مالته، إيه فرص عمل وفّر، قام يخلّي إذا بدنا نحكي عن الاقتصاد، حتى طريقة الشراء، أنا بدل ما يكون عندي احتكار شخص واحد يبيع لي هذه الشغلة وبالسعر اللي هو اللي يريده وهاي الأشياء، أنا هسه أقدر أفوت أدوّر على هذا المنتج بمختلف المجالات، مختلف الأماكن حتى أقدر أشتريها. سلبيًا الاستهلاك مالتنا تغيّر ليش؟ لإنه صار يلحق الtrend، واللي هو هذا طبيعة بشرية من قبل، يعني من أول ما جابوا التلفزيون كل الناس رادوا يصير عندهم تلفزيون، فهسه همينه دا يأثّر على الناس يشترون أشياء هم مو بحاجة إلها بقدر ما هم دا يشوفوها وعاجبهم يشتروها. بس أني يعني I blame الطبيعة البشرية، ويعني أعتب على الطبيعة البشرية مو على السوشيال ميديا اللي دخلت، هي بيها آثار إيجابية، إحنا نقدر ناخذ آثارها الإيجابية وبيها آثار سلبية، it depends وين تريد تروح بيناتن. كنت متخيل إنه ممكن يكون شغل يعني إنه يطلع من السوشيال ميديا أول مرة فتحت الفيسبوك، لإنه أتذكر أنا كنت من يعني نستعمل نروح على الصفحات ونحكي ويا أصدقائنا إنه شلون أني أطلع فلوس من منصة هيجي، هسه صارت جزء من الاختصاص اللي أنا أشتغل بيه يعني، فد شي كان تحويلها مو طبيعية، فبيها آثار زينة، بس بدنا نحكي على الآثار خلينا نقول السلبية. تعتقد إنه لازم تكون أكو عليها رقابة لو أو تنظيم تنظيم. أو بكيفك هيك free لا access؟ يعني هو مو هي هاي هسه المشكلة اللي صار حتى احنا عندنا بالعراق الكل دا يحكي بيها، يعني الاختلاف بين انه التقييد والتقنين والتنظيم، وشنو هاي المصطلحات معناتها وشلون نقدر ننظمها. مثلا على الجانب الاقتصادي 100% لازم يكون اكو فد تقنين معين لشنو اللي تبيعه مثلا، بس بطريقة ما تأثر على حرية الفرد في ممارسة النشاط الاقتصادي. يعني ما المفروض قيدها، بس اكيد انت هم لازم تعرف مثلا اذا جايب فد شيء، مثلا عندنا هاي الخلطات مثلا اللي يحطوها مثلا مال التبييض، او مثلا الخلطات اللي مثلا قاعده هي بالمعجون دا تسويها هيك بالطاسه هذه يحتاجها رقابه صحيه. مثلا انت ما تقدر تبيع سواء كان على السوشيال ميديا او بمحل او ببسطه، ما تقدر تبيع كوزماتيك واشياء صحيه بدون ما تكون مفحوصه. فالمبدأ العام هو لازم يكون كل شيء مفحوص، بس بنفس الوقت أنا ما أقبل مثلًا تجي إنه قوانين معيّنة أنت ممنوع تبيع هاي الشغلة اللي هي عادية مثلًا بس إنه إكسسوارات معيّنة أو مثلًا هدوم معيّنة، لأ هاي شو له علاقة، لا دا تأثر على حد ولا دا تأثر على الصحة. فمراقبة دول النشاطات الإجرامية اللي هي إجرامية بكل مكان على السوشيال ميديا، واعتبار السوشيال ميديا هو جزء من الحياة، هذا حتكون تقنين بطريقة صحيحة وما حتأثر على الحرية الفردية، وحنكون بالعكس هذا التنظيم حيساعدنا أكثر. تكون بينه شنو اللي أنت ما تقبله بالمحل لازم ما تقبله بالسوشيال ميديا، مو بينه أنت تقعد تطلع لي قوانين بكيفك وتستخدم لي مصطلحات فضفاضة ما حد يعرف يفسرها، ممنوع هيجي وممنوع ذاك. فإذا حكينا أنت سؤالك إذا كان بهذا الجانب التنظيمي اللي هو بأنه إحنا خلص نقننها، أنا أفضل التقنين، كلمة تقنين بأنه إحنا نحط القانون، هي تدخل بالقانون مالتنا، يعني قانون العقوبات ينطبق على البني آدم الطبيعي وعلى السوشيال ميديا، قانون الصحة ينطبق هنا وينطبق هنا، غير شيء لأ. يعني أنا أؤمن بالحرية التامة والمطلقة لمواقع التواصل الاجتماعي، ويجب أن تكون مطلقة وتامة وغير مساس بيها، بس إنه ما تأثر على الصحة، ما تسوي أشياء محددة، ما تهدد السلم الأهلي، ما بي تنمر، ما بي خطاب كراهية، يعني دني أشياء المحددة اللي هي يعني ما يحتاجها روح للقاضي غلط، يعني أنت ما تقدر تتجاوز على غيرك، ما هم يقولون، وأنا أؤمن بهذه الحرية تنتهي عند حدود الآخرين. يعني أنت حريتك تقدر تسوي الأشياء اللي تريدها، بس أنت ما المفروض تأذي غيرك، فخطاب الكراهية ما يعتبر حرية شخصية. فإي مع التقنين لأ، مع التنظيم وتحديدها وتأطيرها وهاي لأ ضد. على طاري خطاب الكراهية، هو موضوع لحد الآن جدلي، يعني حتى ويا اللي خلينا نقول سووا الفيسبوك وكل المنصات، إنه وين توقف الحرية بالتعبير بالتواصل الاجتماعي؟ يعني يجي عليك شخص يقول لك مثلا هي حرية تعبير، أني إذا حكيت شغلة بالنسبة إلك غلط فهي هاي سوشيال ميديا، أني أسوي بوست اللي أنا أريده أو أحكي اللي أنا أريده. يجي الشخص الآخر يقول لك لا، مو كل شيء مسموح، بس يصير موضوع جدلي إنه أنا الحرية بالتواصل الاجتماعي شنو يعني، مو بس تعريفها، هي وين حدودها؟ هي الفكرة وين بأنه أنت بتكون هاي الحرية وتتوقف عند حرية الآخرين.
الفكرة، وأكو ناس يغلسون أنا أعتبرها يعني، أو هم ما عندهم الوعي الكافي حتى يفرقون. لأن أنت من تقول مثلا إيه حرية شخصية، أنا أقدر أجي عليك أقول لك مثلا هذا عملك غلط، أو أنا ما تعجبني أفكارك السياسية أو ما، بس ما أقدر أجي عليك وأقول أنت والمجموعة اللي تنتمي إلها كلكم سبب دمار البلد وسبب خراب البلد وسبب الأشياء كلها وأنتم لازم تموتون. هذا خطاب كراهية. يعني أنت إذا توجه لي رسالة أو رأي مثل ما يعتبره البعض، من الممكن يؤدي إلى ضرر جسدي إلي وضرر نفسي إلي، بس أنت ما تختلف وياي برأيي، أنا أجي أقدر حرية رأي أقول لك مثلا هذا غلط، مثلا هذا المي مو طيب، كيفي أنا أقول هذا المي مو طيب، أنت يعني هاي حرية التعبير. بس أنت ما تهجم على مجموعة كاملة من البشر وتحطهم كلهم بصندوق واحد وإحنا نكرهكم كلكم لأنه واحد من عندكم غلط. خطاب كراهية. كمان هذا إنه تفكر، أنت تفكر بينك وبين نفسك شلون يعني تهجم على أحد وتعطي رأيك لأحد. هذا الفرق بين خطاب الكراهية وحرية التعبير. أنا أعبر عن رأيي بكل حرية، بس أكيد ما أتجاوز حدودي بها. يعني أعبر عن رأيي تجاهك، بس ما أقول مثلا يا ناس تعالوا قتلوا من هو سوى هيك. هذا الخطاب الكراهية، وأتمنى يكون أكو وعي. يعني إحنا بدل ما نحاول نسيطر على السوشيال ميديا وآراء الناس في السوشيال ميديا، نقدر نوعي الناس خارج السوشيال ميديا حتى من يدخلون للسوشيال ميديا يكون لهم وعي والثقافة العامة الكافية لاستخدامها بطريقة ما تأذي أحد. هي بالأخير يعني أتخيل حتى عفوا مفهوم القوانين لاحظت إذا تطلع مؤخرا هي مو الغرض منها بناء بلد، وإنما الغرض منها السيطرة على أيوه. على حالة. وأنت لما تيجي تسيطر على شيء أنت رح تكون دكتاتور، رح طبعا. تكون أنت تحارب نتيجة ولا تحارب أصل جذر القصة. يعني هي موضوع إنه أنا مثلا إذا نحكي بشكل صريح على قوانين المحتوى الهابط، شو والله. أنت عندك مشكلة. مشكلة المحتوى الهابط هو إلى أصل إلى أكو أزمة اجتماعية بالبلد، أنت ما عندك رؤية تحلها، إجيت تريد بس تسكت الناس، وهذا الشيء ما يحل يعني. اي مثل شايف احنا بالعراق عندنا هاي السالفه، مثلا عندنا مثلا جزء من البيت مخربط، احنا نحط برده ونغطيه مثلا، او حط شرشف عليه. نشرشف عليه حتى نغطيه. انا اعتبر هذا قانون هيك يعني، بانه بس بدنا نغطي الاشياء اللي احنا المشاكل اللي عندنا. ما هم الناس دول نفسهم اللي يروحون بالمحتوى الهابط، ما هم من المجتمع مالتنا، يعني منين جايين؟ من الفضاء. وبعدين دول الملايين اللي يتابعوهم منين جايين؟ من الفضاء، ما هو من المجتمع. فانت عندك الاشخاص اللي هم يسوون هذا المحتوى هم من هذا المجتمع وابناء هذا البلد، ولهم حق علينا على هذا البلد مثل ما اني لي حق بهذا البلد. يعني بدأت تهم ليش اني يحق لي انشر اشياء وهو ما يحق له؟ يعني من دا يحدد؟ اثنين، الناس اللي يتابعوه مثلا مو ذولمين هم عراقيين. يا اخي انت ليش ما تثقف ذول الناس اللي يتابعوا حتى ما يتابعوا، وتدعم المحتوى الهادف مثل ما تسميها، او مثلا تطور المجتمع بشكل عام من وسائل التعليم، بالمدارس، بالجامعات، بحيث هذول الشباب نفسهم يتوجهون إليها. بعدين نقطة ثانية، بأكثر دول العالم تطور، يعني هسه فنلندا من أسعد شعوب العالم والأكثر تطورا ما أدري شنو، ما أكيد عندهم ناس كافيين على السوشيال ميديا. يعني هذا الجزء يعني السوشيال ميديا يعني هي مال الناس من الموجودين. اكو ناس هم هيك، يعني هم يحبون الاشياء التافهه، هم اشخاص مثلا ما عندهم فد شيء هادف، هم طبيعتهم عفويه. بعض ترفيس ترفيس، والله إيه ترفيه. اكو ناس هم يضحكون، طبيعتهم يضحكون. اكو ناس يحبون يسوون اشياء غريبه. فانا عن نفسي قلت لك من البدايه انا ليبرالي بتفكيري، وانا اعتبر الحريه هذه المكسب الوحيد ما بعد 2003، واتمنى ما تتنظم بهذه الطريقه اللي نشوفها. خطيه انا اشوف الشباب اللي يروحون صح نختفي وياهم ويطلعون اشياء يعني تخزي صراحه، بس انه انا ما احبها ما اتابعها. انا ليش السجن؟ يعني اتابعها هل هو السجن الحل مثلا؟ لا، ودا يضلعون براها يعني عادي يعني شو. وبعدين لا عنده فلوس، لا هو مكمل مدرسه، لا عنده ملعب يروح يلعب بيه، لا عنده مسبح يروح يسبح، لا عنده منطقة مثلا يطلع الشارع يلقى مثلا منتزه يروح يقضي بيه وقت. وين يروح؟ ماكو شغل إله. هذا الشاب يعني هم مسكين دا يشوف يعني اوكي انا اذا سويت هاي الاشياء اللي انا اسويها بالايام الطبيعيه مالتي تجيني فلوس، ما انا شو اسوي؟ ما عندي دا القى شغل، ما عندي حديقه عامه، ما عندي ملعب مطوبه، وين اروح؟ هذه هم اتونس وانا اسوي فلوس. شلون تحسها أثرت على سلوكياتنا؟ تيك توك بشكل انا أساسي. اشوفها هي شوفت سلوكياتنا. إمم. يعني انه هي بس شوفت بانه هذول الناس موجودين،
ذول الناس موجودين اللي دا يطلعون، اللي دا يحجون، اللي دا يسوون هالاشياء، ما هم جزء من المجتمع عشان احنا شايفيهم، ما نعرفهم، ما حاكين وياهم، ما ملتقين بيهم، تركب بالمناطق اللي تروح حتى الدوائر الحكوميه لما تروح وتشوف الناس يعني هذا هو جزء من المجتمع. انت تقول لي الحروب اللي صارت علينا، الوضع الاقتصادي، ذني اللي اثرت على سلوكياتنا. التيك توك جاء يعني سلط الضوء على بس منصه سهلة ومفهومة أكثر للناس وطلعوا الناس على أساسها. بينما السوشيال ميديا بشكل عام أثرت على السلوكيات المجتمعية مال البشر وغيرت بأنه الناس بدأوا يشوفون مثلا الأجانب شنو يلبسون، العرب المشاهير العراقيين شنو يلبسون. هاي الأشياء مثلا بقينا وأنا هم أعتبر هذا من التطور الطبيعي. يعني أنا بالمجلة كانت تطلع لنا شيء يلبسون والنسوان يلبسون مثلهم، وبالتلفزيون شنو كانوا يطلع ياكلون واحنا نقول ناكل مثلهم. هو الموضة هي اسمها الموضة تطور طبيعي. يطلع تطور. اي تتوقع ايش قد بتعرف ايش قد موجودين على التيك توك مستخدمين بالعراق؟ انا اعرف من هو التطبيق رقم 1 بالعراق، بس ما اعرف ايش قد الرقم. جس 10 ملايين 32 مليون، الشعب العراقي 45، يعني كنا موجودين بس شوية اللي أكبر ما بيهم حيل يشيلون ما تليفون. هذا الرقم لانه دا اشوفهم رقم مخيف، اكو 32 مليون، يعني كليتنا موجودين احنا على التيك توك الشعب العراقي. فانت على قولتك انا كنت اريد اقول لك انه مرات هواي تطلع حكايات انه التيك توك جاء وغيرنا وهاي السوالف اللي جابوا لنا اياها. هل انه هي السوالف اللي جابوا لنا اياها لو هو احنا يعني على قولتك بس طلعت الشخصيات اللي موجوده اصلا بالمجتمع؟ يعني مدوك انا هذا الطرح دائما يطرحوه وما اعرف يعني هي بتوصل فكره او مثلا هم شلون يسولفون يعني فلنفرض هو شيء جدا سيء. يهمنا بهسه التطور العالمي احنا هاي ويا العولمه اللي صارت ما نقدر نعزل نفسنا عن هذه الاشياء. يعني حتى اذا هو شيء مو زين ما نقدر نقول الله لو ترجع بينا الزمن مثلا 20 سنه ويكون ما موجود التيك توك لانه اثر. لانه هو اذا مثل نورث كوريا نكون يعني مستحيل اكو بلد يقدر يعيش بمعزل عن باقي الشعوب الباقيه. فهو شيء اسمه هم جابوا لنا اياه. احنا جزء من هذا العالم، جزء من هذا الكوكب، ما منعزلين، احنا مو احسن من غيرنا ولا غيرنا احسن من غيرنا. يعني هو احنا كبشر مترابطين مع بعضنا بطريقه هسه ويا هاي العولمه بطريقه غريبه، بحيث لا يمكن انه انت تعزل نفسك عنها، ولا يمكن بان انت تقول التيك توك مو زين وخلاص لازم نشيله. يعني فكرة مو منطقية يعني واحنا هسه نفكر بها بهالطريقة. هسه لازم نعرف شلون نتعامل ويا تغيرات العصر. وهذا ما تيك توك مثلا هاي نظرية المؤامرة جابوه عمود يدمر مجتمعنا لا، فكرة اقتصادية، عندكم فلوس وطبعا صحيح. عندهم باور وفلوس وهاي الاشياء، بس هاي مال بانه هم دخلوا السوشيال ميديا حتى يدمرونا. ما نقدر نعيش بدون السوشيال ميديا، حنكون مثل ذني الدول كوريا الشمالية هيك بس هيك، الا هاي الطريقة الوحيدة اللي إحنا هنكون بيها بدون السوشيال ميديا. انت شوف حتى تعاطينا احنا ويا ازمه التيك توك، اذا نقارنها ما بين تعاطينا احنا ويا ازمه التيك توك وتعاطي السياسات بامريكا مع ازمه التيك توك، يعني مشكلتنا احنا كالعاده هي النكران، انه احنا جابوا لنا اياه دا يلوث دماغنا وسبب لنا ازمه وما الى ذلك. بس مشكله امريكا والكونغرس ويا التيك توك ما كانت انه هو شنو البيهيفير مالته او شنو سلوكياتهم، مشكلته بالمعلومات. لانه اني معلوماتي اذا تاخذها شركه او اني مثلا صار سهل يدرسون سلوكيات الشعب الامريكي، فممكن يصير اكو حالات اختراق او تسويق زين. بغض النظر شنو راينا احنا سياسيا بهاي الاشياء، بس حتى تعاطينا احنا هي لا لوم الغير وعيش حاله نكران وكانه هو اجى مستورد. لا، هو بس مجرد مثل ما وصلت الضوء علينا، كشف سلبياتنا وكشف ايجابياتنا همينه. بس حتى على مال أمريكا، شوف هم لمن سووها هيك شلون، أمريكا دولة عظمى وهي تمتلك السوشيال ميديا بالعالم كله، انستغرام وفيسبوك وسناب شات، لا كانوا منها أمريكية. يعني كل البراند المهمة والكبيرة أمريكية، فهم يعرفون بأنه هاي المعلومات شنو يسوون بيها. وأيضا هي هاي كلها أشياء تجيب فلوس، فلما يشوفون أكو منتج مثل ما العالم الغربي يشوفه السوشيال ميديا منتج دا يدخل على منتجاتي أنا الشخصية ودا يكسر عليه المنافسة وهاي، فهم دا يشوفوا بهذه الطريقة فلوس. أنا عندي منتج دا أقدمه وبالعالم كله ناجح دا يجيب لكم فلوس، وفجأة جاء منتج أنا ما مسيطر عليه، ما أعرف معلوماتي وين تروح ودا يحارب هذا المنتج مالتي، أكيد
ما قبله. يعني إحنا بالعراق يعني شو تحاربه؟ يعني تحارب الفيسبوك، تحارب التيك توك، ما تجينا السيطرة الصينية، ما يجيك عندك فيسبوك وإنستغرام معلوماتنا هي من أمريكا، فبالنسبة لنا نفس الشيء. وبعدين حتى على أمريكا اللي هي بدنا نحكي بأنه شلون تأثير اقتصادي وش قد حاربوا تيك توك وما يريدون يدخلوه. لأ كلهم لإنه يعني فوق قيمة مو المنصة. لأنه هذا هو لمن دا أحكي عن العولمة، لمن يكون أكو فد شي بالعالم أنت ما تقدر تعزل نفسك عن العالم. الشباب الأمريكي يشوفه بأنه ليش أنا ما عندي تيك توك؟ ليش أنا أوكي عندي انستغرام أنت تتحكم بيه، أنا ليش ما عندي تيك توك؟ نفس الشيء هنا، أنت ليش تخرجني من منصة إعلامية ما هي متوفرة للجميع في العالم بس أنا ما أقدر أستخدمها؟ أنا أكيد أكو ليك بالموضوع، يعني مو طبيعي. أكيد. إيه، فأنا أشوفها حتى مال أمريكا هي بهذا الاتجاه. تعتقد أحد هسه يقدر يكمل حياته بدون ما يكون عنده أي حساب على السوشيال ميديا؟ يعني يكمل حياته أكيد يقدر يكمل حياته، بس نوعية الحياة. شوفي هذا المضحك بالموضوع بأنه السوشيال ميديا إيش قد عزلتنا عن المجتمع وعزلتنا عن يمكن أصدقاء والطلعة والطبة وغيرت عاداتنا الاجتماعية، بس بنفس الوقت بدونها صار شخص غريب. يعني أنت إذا ما عندك سوشيال ميديا ما حتعرف أخباري، ما تقدر تتواصل وياي، أنا إذا أريد أجيك شو أدز لك يعني ظرف مثلا أو أخابرك حمام الزعجة. إيه حمام الزاجل مثلًا، أو مثلًا أنا بالنسبة لي يعني ما أقدر أعيش بدونه. يعني اللوكيشن، الماب، الخرائط اللي أستخدمها، هذني الأشياء أنا شغلي كله عليه، يعني كله على التليفون مالتي. فاللي ما عنده إلا يكون هو يريد يدخل بحالة من نوعًا ما العزلة الاجتماعية. هو هذا المضحك بالموضوع. السوشيال ميديا هي تعزلنا، بس بنفس الوقت إذا أنت معزول عن هذه السوشيال ميديا ما أتوقع حتقدر تتواصل ويا المجتمع داير ما دايرك، لأنه كله هو دي عنده سوشيال ميديا. يعني فلنفرض أني مثلًا باكر عقب ما اشتريت مزرعة وعاجبني أقعد بيها، حيكون عندي مثلًا هذا الصرصور اللي أخابر بيه، مثلًا أحمد تعال شلون شو أقول له مثلًا الشارع وين إذا ما أدز له لوكيشن، أو مثلًا أريد مثلًا أشوف العطلة لو مو عطلة، هذا الشارع مسدود لو مو مسدود، منين أشوف هذا الفد شي؟ فهذه الفارق. المعلومة هي قيمة المعلومة اللي صارت هي على السوشيال ميديا. خلينا ناخذ بريك ونرجع. رجعنا بعد البريك. سفيان إذا أريد أحكي لك حكينا على موضوع خطاب الكراهية، اللي هو يطرح موضوع الأخلاقيات المهنية، أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي. أنت درستها ونرجع نقول لأنك جاي من المدرسة التقليدية أنت تلتزم بها كلش. شلون بدها تطبق هاي المعايير على السوشيال ميديا، أو شلون نقدر نطبق معايير العمل الصحفي الصحيح على السوشيال ميديا؟ الأخلاقيات مثل ما تحددت بالجريدة والتلفزيون تتحدد بالسوشيال ميديا، يعني هي نفسها المفروض تطبق هنا وهنا. مثلا خطاب الكراهية بالتلفزيون ممنوع، خطاب الكراهية بالسوشيال ميديا المفروض يكون ممنوع. وأنا من الناس يعني حتى السوشيال ميديا بالبداية الفترة الأول، يعني أنا صار لي 10 سنين بالإعلام، أكيد مو ب10 سنين بالسوشيال ميديا. أنا أعتبر نفسي بالسوشيال ميديا يمكن آخر 3 سنين بديت أدخل بيها، لأنه يعني كصحافة، لأنه لازم يكون عندك فد محتوى مثل بالتلفزيون. يعني أنت شنو البرنامج اللي تقدمه، لازم تعرف أنت شنو محتواك. فمثل ما أنا عندي أخلاقيات هناك وأخلاقيات بحياتي بدها تطبق بكل مكان، بس يراد لنا للباقيين يراد هذا القانون اللي بس يوضح شنو الغلط وشنو الصح. أنا أشوف هنا بالعراق هواية ناس هم أصلا ما يعرفون شنو الغلط وشنو الصح، يعني ما يقدر يميز بين الغلط والصح بالمنظور الإعلامي. وخاصة هسه الإعلام اللي هي السوشيال ميديا صارت متاحة للجميع وصارت هاي صحافة المواطن. صحيح. فهذا صحافة المواطن مثل ما أنا الأخ الكلية وتعلمت شلون الصحافة التقليدية بيها شنو الأشياء الصح والغلط، ديك همينة لازم المواطن يعرف شنو الصح والغلط وبعدين يبدي يطبقها. شلون؟ من خلال القوانين. وأرجع أقول لك يعني مثلا السوشيال ميديا احنا قبل شوي كنا نحكي عليها، صح بيها أشياء ممكن تافهة يمكن واحد يقدر يستخدمها لاستخدام شخصي، بس يقدر أيضًا يستخدمها حتى يرفع الوعي. فأنت تحارب الجهل بالسوشيال ميديا من خلال الوعي بالسوشيال ميديا. يعني أنا كل شغلي لمن بديت بالسوشيال ميديا هاي آخر 3 سنوات حددت لنفسي مثلًا شنو أنا المحتوى اللي دا أقدمه. وقلت لك أنا لمن توجهت للسوشيال ميديا وبديت أركز عليها لمن جتي موضوع ناشط بمجال البيئة، ودا أشوف بأنه البيئة إيش قد تتأثر. وأنا من الأشخاص اللي كلش أحب أكون outdoor وأشوف أشوف الطبيعة وأشوفها، ودا أشوف تأثيرها وصل على البشر بدون الوعي، وعلى السوشيال ميديا ما حد يحكي عن الموضوع. فسويت محتوى يخص هذا الموضوع ولقيت ناس يحبون هذه الأشياء.
فإحنا بس يحتاج لنا هذا الوعي بالأخلاقيات، الوعي بإنه شنو الصح والغلط نبديها، سواء كانت من السوشيال ميديا نفسها، من القانون، من المدرسة، من المجتمع، كلها ذني الدائرة حتصب بمصلحة تطوير أخلاقيات صحافة المواطن، خلينا نسميها إذا سميناها تسمية معينة. يعني أشوف إنه أحس إنه دايمًا بدها ترجع على خطاب الكراهية، إنه حتى مفاهيم الصح والغلط هي نسبية، يعني الشيء اللي أنت تشوفه صح أنا ممكن أشوفه غلط، الشيء اللي تشوفه أنت غلط أنا قد أشوفه صح. بس أكو خطوط عامة أكو خطوط عامة، الأذية، أذية الآخر هذا يعني أساسيات الإعلام نفسها تظل يعني حتى لا تختلف. الأساسيات الإنسانية، يعني مثلًا أنت ما تقدر أكيد تنتقد تتنمر على شخص بس بسبب لون بشرته، أو مثلًا أنت ما تقدر تتنمر على شكل لأنه هو مثلًا تتنمر على واحد لأنه هو عنده إعاقة معينة، أنت ما تقدر توجه خطاب كراهية اللي هي شنو تحرض الكل على كره مجموعة كاملة من الناس، يعني ذني خطوط عامة إحنا المشكلة ما نعرفها، يعني إحنا حتى بموضوع العنصرية أنا دائمًا أقولها، إحنا بالعراق ما نعرف أصلًا أكو هذا الشي موجود. الكونسبت مال انه العنصريه مال انت ما يصير تحكي على احد على اساس لون بشرته، يعني ما موجود، يعني الناس يتخيلون من الطبيعي جدا التنمر على شخص بس لانه لون بشرته، والمشكله بالعراقيين بانه هم يتنمرون على كل شيء، يعني احنا بالعراق عندنا لانه ما نعرفها، لان عندنا هوايه مشاكل وهوايه فروقات ركزنا عليها فصارت طبيعيه، فاعتقد انه اكو اشياء خطوط عامه بانه هي بالخطاب الكراهيه بانه أنت ما يصير تحكي على حد، ما يصير تأذي أحد، ما يصير تتنمر على حد لغرض معين يعني، أو لأنه يختلف عنك، وهاي الخطوط العامة إذا إحنا رجعناها أعتقد إحنا هواية السوشيال ميديا مالتنا حتتطور، وهمينة أرجع أقول لك الوعي، القانون، المدرسة، التربية، لأن كل هني الأشياء هي تقدر تحسن من أدائنا بالسوشيال ميديا، مو القوانين اللي تمنعنا، يعني مو القوانين اللي مثلًا أنت ما تسوي هيجي لأ وروح للسجن، أنا ما أتوقع هذا حيوصل، لا أكيد. يعني هاي العقاب يعني بدون جزرة ما حيشتغل. إذا ننتقل من الأخلاقيات لموضوع الخصوصية. اصلا اسوي هاي السوشيال ميديا، يعني هاي الاثار مال العولمه بشكل عام، ما فد شيء بعد ما ينضم، يعني فد شيء ما تقدر تضم فد شيء على السوشيال ميديا، المشكله احنا بدنا نستخدمها بطريقه مثل ما قلنا قبل شويه ما تقدر ما تستخدمها، بس بنفس الوقت هاي الخصوصيه بدت يعني تروح شويه شويه من عندنا، يعني بها وهوايه جوانب، مثلا نقدر نحكي عن جوانب كبيره من عندها اللي هي شركات السوشيال ميديا نفسها اللي تاخذ معلوماتنا توجه لنا اعلانات مخصصه لاهتماماتنا وشلون تصير، هذه لمن يحجون يقول لك ايش اكو بيها، وانا من الناس مثلا ما حقدر اتحكم بهذا الموضوع، بس هذا معناته هم عندهم القدره المواقع التواصل الاجتماعي تحدد توجهاتنا السياسيه ايضا، فمثلا انت يشوفون شلون تتصرف ويبدون يطلعوا لك بس الاعلانات او الافكار الايديولوجيه اللي هم يريدوها، فبالتالي يقدرون يتحكمون بشعب كامل. بس ارجع اقول لك بانه انا ما اشوف هذا الشغله بمعزل عن باقي التطورات اللي صارت بحياتنا، يعني ما اقدر، يعني قبل همينه كان مثلا القريه ما يدري الملك ايش يسوي، من طلع التلفزيون اي واحد يقدر يشوف مثلا من افتتاح الملك وين راح بزمن الملك، بعدين الجمهوريه ومن صار الانقلاب والعالم شنو صار به، فهو من ضمن هذه، وايه من الاشياء السلبيه طبعا ما عندنا خصوصيه نهائيا ليس من الشركات الكبيره اللي تاخذ معلوماتنا، وهمين من نوعيه الاشياء اللي بدنا ننشرها، فمثلا انت لما بدك تنشر وكنا قبل نسوي هذا الشيء، أنا بهذا المكان أو أنا أشتغل بهذا المكان أو تشيك إن بهذا اللوكيشن، ما هذا هم يعرضك لأخطار أمنية من الممكن إذا واحد دا يلاحقك حيقدر يشوف أنت وين دا تروح، بس نقدر نتعامل ويا هذا الجزء الثاني بذكاء، بأنه مثلا نسوي البوست ورا ما نرجع مو قبل ما نروح، يعني إذا ما نحتاجه ما نستخدمه يمكن نقدر نقول، بس مال اختراق خصوصية هاي مشكلة عالمية هذا هسه تصير، والخصوصية دا تروح، بس أنا دا أشوفها بأنه من الناحية المجتمعية إحنا بدنا نختار ننطي خصوصيتنا، بينما الشركات الكبيرة لا هي دا تاخذها، وصراحة الموضوع معقد ما تعرف شلون، يعني لا أنت تقدر ما تستخدم هاي السوشيال ميديا وتنعزل عن واقعك اللي هو صاير اللاواقع، ولا تقدر بأنه أنت تحمي بياناتك من عندهم لأن هم اللي يعني مسيطرين على هاي الأشياء، فصراحةً هي اختراق الخصوصية مليون بالمليون هذا موجود، بس يعني شايف الضريبة أعتقد لاستخدام هاي مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هسه مستحيل يعني تقدر، هسه أنا حاليا استعمال السوشيال ميديا الأخبار، أكل، إذا أريد أعرف شنو نازل جديد، ميمز، أنا ترسيل ميمز أصلا يعني مالتي الانستغرام كله ميمز يعني ماكو غير سوالف، بس أتذكر إنه بالبداية كنا كل شيء نسوي له فولو، إيه. فتطلع لك كل الصفحات وأنت تروح
تصير تقترح يعني كل الناس اللي مسوين نفس اللايكس، فراح يصير اختلاط غريب أني أشوفه. يعني مرات تطلع لك أخبار أنت مثلًا ما مهتم بيها كنت، بس هسه صرت مهتم بيها من شُفتها. فما أدري يعني أكو هذا أعرف الجزء اللي أنا قلت عليه الشركات تتحكم بيها. إذا أسوي لايك على بوست واحد بتوجه فكري واحد مثلًا على التيك توك، مرات مثلًا أشوف مثلًا شي يصير بأمريكا مثلًا، فمو أشوف مثلًا الleft right مثلًا الleft الwings مالتهم مثلًا أو الright. لمّا مثلًا أسوي لايك يبدي يطلع لي كل الأفكار تتناسب ويا هذا الفيديو، وما يطلع لي يبقى باقي الأفكار. وهذا الbalance اللي أنت لازم تسويه، وهذا الوعي اللي أنا دا أحكي عليه بالمستخدم، اللي نقدر نتجنب هذه السيطرة التامة لوسائل الإعلام عليها، اللي هي بإنه أنا أنوع مصادر معلوماتي. فيعني أنا ما أقدر همينة أستخدم السوشيال ميديا وأسلم أمري للسوشيال ميديا، لأ. أنا أروح مثلًا أشوف تكون عندي فكرة بأن هم شلون يشتغلون، شلون يقدمون لي المعلومة، فأني لازم تكون عندي فكرة مثلًا أوكي، أنا أشوف الخبر بهاي الموقع وأصدقه، بس أيضًا أسوي follow لغير موقع منافس إله أو يعطي أخبار منافية للأخبار هذا يقولها، فيصير عندي balance. أني دا آخذ الوجهات النظر منه ومن هنا، وأني أصنع وجهة نظري بنفسي. بس هذا يحتاج لوعي شعبي كبير جدًا، وبالجامعات وطريقة التفكير، وحتى بالدول المتقدمة همينة من الصعب على بعض المواطنين أو بعض الناس العاديين يميزون بيناتها. بس هو إنه أنت تقدر تحمي نفسك، تقدر تحمي نفسك من هاي الأشياء. تقدر تشوف هذا وتشوف هذا وتعطيهم اثنيناتهم، فتتلعب على الalgorithm اللي دا يسويها السوشيال ميديا. بيرجع هي همينة يعني كل جزء منها هي أنا أحمّل تقاعس الدولة يعني، لإنه حماية الخصوصية هي هم جزء منها طبعًا. مشكلة الدولة، يعني مشكلة تنظيم هاي القوانين، قوانين الخصوصية. يعني مثلًا أعطيك مثال، أمريكا أنت ما تقدر تشوف موقع إذا ما تقبل كل الcookies اللي هي هاي الsoftware اللي دا يسوي لك tracking لكل الdata مالتك. بس أنت بأوروبا أكو قوانين خصوصية كلش محددة وواضحة بتفاصيلها. أنت تقدر تطفي كل هاي الطرف الثالث اللي دا يسوي لك tracking تقدر تطفيها، تختار أنت طبعًا بس يرادلها. يعني أنت قبل إحنا دا نفوت على الموقع دقيقة نريد نطلّع شغلة، بس أنا مثلًا مرات أفوت على مواقع، وخاصةً مواقع أني ما كلش أعرفها، مواقع ما أعرف ذولا شنو، أبقى فد 5 دقايق أنا قبل ما أفوت على الموقع دا أطفي. مثلًا أنا إذا داخل أوروبا دا أطفي كل الtracking كل خاصيات التتبع مثلًا اللي هي موجودة. فأتخيل إن جزء منها يعني الدولة هم إلها دور إنه تلعب. بس بعض التقنين أنا أعتبره التقنين الإيجابي اللي هذا شيء عامل إيجابي. يعني أنا أقننه بطريقة بإنه حتى أحمي المستخدم مالتي، مو بإنه أنا أعاقب المستخدم مالتي، لأ أنا أحمي المستخدم من هذه الوسيلة الإعلامية اللي هي السوشيال ميديا، الإنستجرام whatever يعني تكون. بس أقننها بطريقة إنه أنا أحميه، مثلًا أفرض قوانين عليها بإنه تدخل كل المعلومات مالته أو غير الأشياء. ففعلًا يعني إحنا إذا عندنا هذا الأشياء، يعني إذا عندنا الميكس بين الوعي مال المواطن نفسه بأنه معلوماته دا تنباع، وبين إنه إحنا عندنا قوانين تفرض على الشركات هذه بأنه ما تتحكم بالرأي العام بهذه الطريقة، شوي حتقلل من آثار السلبية مال اختراق الخصوصية، صحيح. بس تلغيها أكيد لأ. لا طبعًا كلش صعب. إذا نتحول بالحوار على باعتبارك أنت إعلامي شاب، شلون تنظر لتمثيل الشباب العراقي بالإعلام مالتنا، سواء الإعلام اللي هو الsatellite الcable أو إعلام السوشيال ميديا؟ أكيد بالسوشيال ميديا هم دا يبدعون يعني الشباب صراحةً مال العراق. يعني أنا أشوفهم الهواية أو شباب دا يبدعون بإنه شلون دا يحولون صفحاتهم الشخصية إلى منصات إخبارية، منصات توعوية، حتى اقتصادية، مشاريع. أعتقد الشباب هسه خاصةً جماعة ال2000 يعني لمن وعوا على الدنيا وعوا على السوشيال ميديا ودا يعرفون يلعبون بالأدوات مالتها بطريقة صحيحة. أنا أعتبر الشباب العراقي واضح وجوده بالسوشيال ميديا هواي أكثر من الإعلام التقليدي اللي هو التلفزيون وراديو وغيرها. يعني مثلًا إحنا بالتلفزيون أغلبهم شباب يعني ويانا شباب دا يطلعون، بس هم حتى ذول الشباب يمكن على السوشيال ميديا دا يطلعون إبداعات أكثر. دا يبرزون بمنصات التواصل الاجتماعي يمكن أكثر من التلفزيون. وإحنا عندنا هسه صارت مسألة بين هذين الاثنين ما ينفصلون. يعني أنت مذيع بالتلفزيون لا تقدر تكون بس مذيع بالتلفزيون، حتكون بمعزل عن العالم، حتكون بمعزل عن المجتمع مالتك، عن الناس شلون دا يفكرون. أنا هواية من الحكي اللي أحكيه بالبرنامج أنا من السوشيال ميديا اللي دا أشوفه قدامي، دا أشوف الناس شلون دا يسولفون، إيش دا يحجون، فيساعدني. وبنفس الوقت السوشيال ميديا مالتي تعطيني مجال همينة أوسع إنه أنا أبدي أحكي بمواضيع
أني أهتم بيها بشكل خاص، يعني مثلًا بالبرنامج أنا أحكي بمواضيع بشكل عام مثلًا كلها الصحة، التعليم، التربية، البيئة. بالسوشيال ميديا لأ، أنا خلّيني أركّز على موضوع البيئة، شلون أشجّع الناس على بعض السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة. وأنا من أول شي أقولها يعني من دخلت السوشيال ميديا الهدف هسه المبدئي مالتي بأنه بمجال البيئة إنه بس الناس تبدي تفكّر وتحكي بالموضوع، يعني بس خلّينا نبدي نفكّر بإنه إحنا عندنا مشكلة بالبيئة، خلّينا نبدي نفكّر بحلول شنو لازم نسوي. فدا أشوف هذا الشباب اللي دا أشوفه على السوشيال ميديا دا يتفاعل ويا هذه المواضيع وهو دا ينجح بيها. الجواب أعتقد بالسوشيال ميديا دا يلمعون أكثر. أكيد من المتابعين بالسوشيال ميديا إذا أسألكم الشخص دائما تسمعون الأخبار أو المحتوى مالته؟ كون والله أنا بالنسبة لي. نفس الشيء هواية يعني صفحات يعني 964 إذا مو شخص 964 هي صفحة جيدة. صفحة دائما تنشر كل الأخبار اجتماعية أكثر من سياسية مرات حتى. وأنتم جوابكم آه، لازم يصير أني يعني. احنا أكيد متابعين سفيان، سفيان على أكيد. وسائل التواصل. سفيان دائما شخص أنت دائما موجود موجود معنا. أنا أقول ما أعرف وأنا أقول ما أعرف. أنا متابع سفيان الطائي. عافية. شوف هذا الجواب الصحيح. هذا جواب تفضحني. أنا دائما لا بس تدري شنو هسه المشكلة بالسوشيال ميديا ما تقدر تتابع واحد لأن أنت تفوت ب5 دقائق أنت بتشوف 1000 معلومة و1000 شخص شنو ناشر. بس أنا صراحة عندي الميكس مال كل شيء، يعني الناس اللي يضحكون وما أدري شنو المنصات الإخبارية والناس اللي مثلًا عندهم أفكار معينة مثلًا الزملاء مثلًا اللي أعرفهم أنا أصلًا بالحقيقة مثلًا بس هم كلهم مثلًا يا influencer يا فاشينيستا يا فد شي مثلًا همين أشوف ايش دا ينزلون ايش دا يسوون. شايف هاي يعني تشيكن مال الانستغرام تقعد تقلب بالكل. بس منصة ما أنا أتذكر اسمها لا لأن أنا قلت لك أنا أركز على يعني إيش قد ما أكو منصة تعجبني إيش قد ما أعرف مثل ما أنا عندي آرائي الشخصية وتوجه الشخصي بصفحتي وهذه هو هم عنده هذا الشيء. فما أتابع شخص واحد وما أسلم معلومتي كاملة 100% لشخص واحد يعطيني إياها. أنا أنوع مصادر معلومتي وبعدين أنا أشوف من شنو المعلومة اللي منطقية بالنسبة لي أكثر لأنه هذا أكيد هو عنده يصرف فلوس أكيد عنده رسالة معينة أو توجه مو رسالة خبيثة، لا توجه اكو ناس ليبراليين، اكو ناس متحفظين، اكو توجهات يعني مختلفة بالسوشيال ميديا ومن حقك يعبر بس عن وجهة نظره. فشوفني اتابع هذول اللفت والرايت وهذا يقول ذاك يقول وانا اقول شنو رأيي بالموضوع. لا هو حلو مثل ما قلت يعني احنا الشباب العراقي المتواجد بالسوشيال ميديا المحتوى مالتهم كلش حلو يعني أنا يعني 964 يلا همين عندهم يلا شغلهم كلش حلو. رصيف 22 يعني من أول ما طلعوا أكو منصة إخبارية اسمها رصيف 22 شغلهم كلش حلو عندهم صحفيين عراقيين يشتغلون وياهم. درج ميديا رائعين. ميجافون درج ميديا وميجافون المنصات اللبنانية بس يغطون أخبارنا همينة. بس كمحتوى ترفيهي أنا من أشد المعجبين بخالد عمران. صح أعتقد تجربة خالد من أحلى التجارب اللي هي جمعت ما بين الكوميديا ما بين الشيء اللي هو اجتماعي بيها مرات رسائل اجتماعية بس بيها نقل. يعني أنا شفت تجربته كلش حلوة. والله يا فوائد السوشيال ميديا بينه لو مو السوشيال ميديا هو خالد اصلا مشارك مسلسلات وبالتلفزيون ايضا يعني بس اغلب الناس يعرفوه على السوشيال ميديا اكثر لان هو عنده حريته هاي المنصه مالته فعنده حريته يسوي الاشياء اللي يسويها وهو من يقول بانه لما نحكي يقول لي يعني انا اسويها هو هذا مجال عملي يعني هذا المكان اللي ابدع به هذا هو فنان يعني فعلا يحب التمثيل شغله هو شغوف بالموضوع فتشوف وصل للناس لأنه هو حاب اللي دا يسوي هو دا يعرف شنو دا يسوي هو واضحة فكرته شنو يريد يسوي ويعتبرون من الناس الإيجابيين بالسوشيال ميديا يعني حتى إذا ترفيهي بس ترفيه بطريقة واقعية ودا يكسر الجمود مال الدراما العراقية يوصل فكرة أي عنهم خالد. أنت تغطي هواية قصص اجتماعية وقضايا اجتماعية شنو القضايا تحس إنه هي مو مغطاية بشكل كافي أو شيء ما مسلط عليه الضوء بشكل كافي؟ يعني إحنا نسلط الضوء على كل شيء بس الاهتمام الشعبي اللي ياخذها الأشياء أعتقد إحنا يحتاج نركز على البيئة أكثر بهذا الوقت هسه وما صارت قبل كانت لكجري والناس مثلا يفكرون بها بأنهم بس هذا الطبق المخملية يفكرون بأنه النباتات والنهر والماء بس هسه صار لا يعني إذا تروحون لبغداد تشوفون نهر دجلة جاف يعني تشوفوه صاير شطيط مو نهر.
الحرارة العالية اللي تصير عندنا، عواصف الرملية، التلوث مع التنفس، عندنا أمراض السرطان اللي تصير بسبب تلوث مع الجو. أعتقد هذه هسه المشكلة لازم نبدي نحكي عليها كأنه إحنا عندنا حرب، يعني بأنه خلص واصلين لمرحلة إنه ما صارت همنا هاي الرفاهية بإنه إحنا بنحكي عن الموضوع عادي يعني يغلس. أعتقد هذا اللي أكثر شيء يحتاج له تغطية، موجود له تغطية بس يراد له اهتمام. أعتقد هذا لأنه إحنا برنامجنا أنا نغطي حتى البيئة، مستحيل تمر حلقة من نحكي عن البيئة. بس اللي يبقى المجتمع شنو ياخذ. أكيد لأنه هي بزيادة التغطية على موضوع البيئة همينة رح يدفع، لأنه أكيد هو جزء من عنده، هو عندنا إحنا كمجتمع، هو جزء إلنا إحنا دورنا، بس زيادة التغطية تدفع للتغيير السياسي واللي هو طبعا كلش محتاجين إحنا، إنه تغيير الفكرة السياسيين عن التغير المناخي. شلون ممكن تتغير كل فلسفتنا إحنا لاستهلاكنا للطاقة. هاي كلها جزء منها هم يسووها قوانين، جزء منها والزراعة. قوانين، جزء منها قرار سياسي. يعني أنت تخيل إحنا الزراعة عندنا هي اللي تاخذ 80% من المياه اللي عندنا، لأنه إحنا بعدنا نزرع على الطريقة السومرية. يعني هذا مثلا هذا قرار. ايش قد ما اني وانتم نقدر نقلل من استهلاكنا للمي، الزراعه بدها تاخذ 80% من المي، يعني انه لازم ذاك مو بشكل ينظم، يعني مش شغل منظم، واكو بيهم تجاوزات، واكو بحيرات اسماك عندنا، حتى الشركات النفطيه تستخدم المياه الحلوه حتى تحقن الارض بها من تستخرج النفط. ذني الاشياء القوانين ما حتتشرع إذا مو المواطن نفسه يبدي يسولف بالموضوع، يبدي يعرف شنو المشكلة اللي تصير وين إحنا رايحين، حيبدون يسوون ضغط شوي شوي، وبعدين حننشرح هاي القوانين اللي تحمينا. وفعلًا هسه هواي قوانين طلعت من بدينا الضغط، يعني أني كل الناس اللي يحجون بالبيئة بدأت تجي قوانين تفيدنا، مثلًا الطاقة الشمسية وشلون يوفرون تسهيلات إلها، مال محاربة دول جماعة بحيرات الأسماك المتجاوزة. قوانين لإنه يعطون قروض حتى يعطون مرشات ترش المي بطريقة التنقيط. فبدأت تصير حركة، لإنه بدأوا الناس يحجون عليها، لإنه بدأ مجموعة من اللي يمكن الإعلاميين والتلفزيون والسوشيال ميديا تحكي بالموضوع، فصار ضغط. بالنهاية البرلمان من جاي يعني من عندنا، أكيد. فدا هو يشوفنا إحنا ما نحكي عنه. ماكو هواية أحس توعية أو أصلًا معلومات، يعني إحنا بلد من دا نحكي على التغير المناخي، مو إنه ايش دا يصير حالنا حال الباقين، إحنا من أول 10 دول عرضة الخامس، عرضة للتغيير المناخي خامس، يعني كم دولة بالعالم موجودة على الكرة الأرضية؟ إحنا رقم 5. يعني أي شي يصير راح إحنا نحسه بالبداية قبل لا يحسوا الباقين. وأعتقد هاي المعلومة مو الكل يعرفوها، يعني هاي المعلومة أنا تعلمتها أصلًا ما كنت أعرفها خلال العمل ويا المنظمات والحملات التغير المناخي. فماكو يعني ماكو اهتمام، يعني إحنا هسه دا نحكي على المنصات، أحس إحنا كشعب حتى اهتماماتنا بالمنصات التواصل الاجتماعي هي مو غلط بس ما متوجهة صح، يعني أشوفنا أكثر شي اتجاه الأشياء اللي هي تصير عرضة للجدل، يعني ما أعرف إذا هو هذا فد شي صح، يعني أنت ترند. تفتهم أكثر إنه تكون ترند، المجتمع العراقي حتى تكون ترند يا تنطي فد شغلة تضحك العالم عليك، يا تحكي فد شغلة تكون ما تنحكي بالأماكن العامة واضحة. أو فضيحة، طبعًا. أو يقول لك إنه واحد مثلًا يقول لك أنا ما أطوش إذا ما سويت شغلة هي يعني. الطبيعة البشرية، يعني نقول نقدر نسويها بأنه أي مكان بالعالم البشر بشكل عام يحبون هاي الأشياء، يعني عقلنا البشري يحب هذه الأشياء يشوفها ويستمتع بيها، وسواء كان الفضيحة ولا الأشياء الخفيفة والضحك. بس بنفس الوقت يشوف السوشيال ميديا لو ما موجودة ما نقدر أصلا نتحرك باتجاه موضوع البيئة وننقذ العراق من البيئة. أنا أشوف قد ما السوشيال ميديا بيها سيئات، الاستهلاك الزايد ده يأثر على البيئة، الهواتف الذكية بدنا نستخدمها، الوايرات وغيرها. بس احنا إذا بدنا نحكي على العراق، يعني هسه هذا التوجه مع زراعة الأشجار والبيئة والهذه، المنصة الرئيسية لتحريك هذا الملف هي السوشيال ميديا احنا عندنا بالعراق. صح. وأنا إذا أريد أوعي الناس أوعيهم من خلال السوشيال ميديا، لأن هم لازمين 24 ساعة. إيش قد ما نحكي بالتلفزيون، إيش قد ما يمكن بالسوشيال ميديا مهم أيضًا إنه أحكي بالموضوع حتى يوصل للكل، يوصل للناس اللي تشوف التلفزيون وناس اللي تشوف السوشيال ميديا. وبنفس الوقت السوشيال ميديا هي اللي تخلي تشوف الناس اللي مسؤولين عن القرار والتنفيذ القرار وصنع القرار بالبلد. الشعب بيحكي عن هذا الموضوع بالمواقع التواصل الاجتماعي، وإذا ظلوا يحجون على الموضوع حيكون مرعب بالنسبة إلهم. فهذا الربط بين إنه إحنا شلون نقدر نستغل ونستثمر السوشيال ميديا بطريقة إيجابية. ليش إحنا بدنا نركز على الأشياء السلبية؟
ما إحنا هاي السلبية موجودة بينا كبشر يعني، بيها نقدر نصلّحها و ونبقى نتعامل مع الواقع اللي هو السوشيال ميديا جزء من الواقع. يعني هذا الحديث كلّه مال بأنه إحنا هو أفضل لو أسوأ، أنا أشوفها ما حيوصّلنا لأي مكان لأنه هو بعد واقع. يعني هذا ما يتغير سواء أنا عجبني أو ما عجبني، هو فد شي زين أو مو زين، هو موجود وبحياتي ولا يمكن أن يطلع من حياتي. فليش ما إحنا نقدر نوجّهه بطريقة إيجابية ونستثمر حتى الترندات، يعني بدل ما تصير الترند على لابوبو، نسوي ترند على مثلًا فد شي ربيع، نحطها بطريقة مثلًا زراعة الأشجار تصير ترند، إذا ما تقطع الشجرة هذا فد شي إيجابي، تسقي الشجرة بالشارع، وأنت شوفوا هاي الشباب يعني همهم ترند، جابوا حطوا أشجار وصوروا نفسهم، وأنا أشجعهم وأقول يا ريت وبعد صوروا، ويا ريت تسووها ترند، ويا ريت تصير زراعة الأشجار فيكة، ويا ريت تصير حطة النباتات بالبيت، فد شي معناته أنت خوش آدمي وخوش إنسان، ويا ريت هاي الأشياء ترتبط بمخنا بأنه هو أوكي أنا دا أسوي هيجي I'm a good person، أنا شخص جيد، والسوشيال ميديا هي اللي تسوي لنا هيجي هسه. صحيح. سفيان يمكن أنا لو أضل أقعد أحكي وياك من هذا الصبح ما خلص. أيوه أنا خريج راديو فانقد. ما خلص لأنه أنت يعني تحكي بمواضيع كلش تعجبني، كلش يعجبني أحكي بيها للصبح، وزائد إنه أنا كشخص كنت حابب أدرس إعلام بس ما طلعت درجة عربي زين، بسوريا إذا ما طلعت درجة عربي زين ما يخلوك تدرس معقولة! ما تقدر. أنا طلعت 41 من 60 أو 42 من 60 كان هاي نزل؟ أطلّع هاي مو زينة، كان لازم أطلّع 46 من 60 اللي هي هسه بقلبي هاي، حازة بقلبي إنه يطلّع لو مطلّع 46 كان قدرت أدرس إعلام بس رحت درست قانون. إنه قُلت هاي حتى أتعلّم أحكي إمم. وحتى أتعلّم عربي لأن تدرس قانون بس دا تسويها. بس هو هذا يعني at the end يعني at the end إنه أنا رجعت ودا أسويها. نصيحتك سفيان للي دا يريد يدخل بهذا العالم سواء إلنا أنا وأحمد وأي الأشخاص اللي هسه متجهين اللي يريد يبدي يسوي بودكاست، اللي يريد يفوت يكون صانع محتوى، شنو نصيحتك لهم؟ شوف أنا من زمان يعني ما الآن يمكن نصيحة وهيك، بس أنا حاقول لكم أنا النصايح اللي أنا سامعها وأنا مستفاد من عندها ومن خلال التجربة اللي شفتها سواء بالإعلام، سواء بالحياة، سواء بالسوشيال ميديا. أول شي الواحد لازم يبني نفسه من داخل، أني لازم أطور مثلًا الأفكار اللي أنا عندي إياها، أطلع على الأشياء اللي أنا أحبها، أفكر بطريقة الطريقة المنطقية الحيادية. أفكر بأنه أني أريد أسمع ما دام أنا أدخل بهذا المكان، أسمع وأتعلم أشياء، أقرأ أشياء. هاي الخطوة الأولى، بعدها حتعطيك الوضوح بين أنت منو، وشنو الشي اللي عندك تريد تقدمه، لأنه بدون هاي الوضوح بين أنا منو وأنا شنو بدي أقدم حتضيع بهذا المجال إيش قد ما واسع وإيش قد ما كبير. وبعدها جرب just do it يعني just do it إنه خلاص جرب، فشلت نجحت يعني ما حنموت يعني مو بدي أفكر بسوداوية بس كلنا يعني الحياة حتنتهي. فليش أنا ما أجرّب خوفًا من إنه أنا ممكن أفشل أو من الممكن بأنه ما حيطلع حلو أو من الممكن من الممكن يطلع ما حلو ممكن يطلع حلو، ومن الممكن التجربة تحبها وممكن التجربة ما تحبها، بس ما حتعرف إذا ما حتجرّب، وخاصةً بالسوشيال ميديا. يعني أنت إذا بنيت نفسك من الداخل من أفكارك بأنه أنت حتصير بأنه أنا حتى لو أبسط الأشياء، حتى لو أنت لو مهتم بالشنو يعني مسح الميز بطريقة جيدة، تقدر هذا يصير من عنده محتوى، بس المهم أنت تعرف فد شي وتطوّر هذه الخبرة اللي عندك، وبعدها تسقلها وبعدها أنت تفكر بأن شنو أنا الفد شي اللي دا أقدمه. هسه السوشيال ميديا صارت جدًا متقدمة، والناس صار التنافس بيها بأوجه يعني مستحيل تقدر تنافس بهيج معركة صار السوشيال ميديا. بدون محتوى، بدون ما يكون أنت عندك فد شي دا تقدمه للناس، هناك أنت من تبلش تجرّب تبدي حتطّلع على المعلومات شلون تطوّر نفسك، اليوم هذا سويته، وهاي سالفة أنا أشوف أنا هالمعلومة اللي شوف أنا لحد الآن صار لي 10 سنين أسوي تلفزيون، وevery now and then كل فترة أفتح أنا باليوتيوب أشوف الحلقة اللي أنا سويتها، وانتبه أنا على نفسي شنو سويته، بنظرة حب لنفسي مو بنظرة يعني كره وانتقاد بطريقة سيئة مثلًا إذا هذاك كان كلش حلو، هاي الفقرة كانت كلش حلوة. بس هاي الحركة ما كانت حلوة، القعدة ما كانت أو مثلًا الرباط ما كان قاعد بطريقة حلوة أو فمرة الجاية من أروح أنتبه بأنه هذا الفتشي ما كان لطيف أغيره، وهكذا تظل تعدل بيه لحد ما توصل للنتيجة اللي أنت تريدها، بس أهم شي الواحد يجرب. أكيد واحد يجرب. سفيان هاي كاميرتك وين يقدرون يتابعوك؟ إذا تقدروا تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي في انستغرام وتيك توك أنا أستخدمهم سفيان سريد الطائي. على الشرقية تابعوني يوميا من الأحد للخميس مثل ما قال علي الساعة 7 و10 برنامج أهل المدينة. وشوفوني بكل مكان أطلع لكم.
وتابعوني وياهم لمّا تنزل الحلقة. دائمًا هو راح يكون ضيف دائمي ويانا ودائمًا المستشار مالتنا. شكرًا جزيلًا لكم، شكرًا للمتابعة. تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي كلها، follow like على اليوتيوب، إنستجرام وتيك توك، وعلى البودكاست وسبوتيفاي. شكرًا. باي باي.